ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا حاجات كتير 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 قوي انا اشتريتها لشهر 7 وشهر 8. ليه شهر 7 وليه شهر 8؟ لانهم حاجات كتير جدا مش هينفع يعملوا في شهر واحد ومش هلحق استخدمهم في شهر واحد. الحاجات زي ما انتم شايفين اهو، دي حاجات كلها انا اشتريتها الشهر ده عشان اجربها الشهر ده والشهر اللي جاي واقول لكم رايي فيها ايه. لو حابين تشوفوا الفيديو، اول حاجه اشتريت لشعري حمام الكريم ده من لوريال الفيف، اسمه اكسترا اوردينري اويل. ريحته حلوه جدا. ده حمام كريم. انا استخدمته مره مرتين ثلاثه، انا عجبني جدا، بس برضو انا مش هقدر اقول لكم رايي فيه ايه، الراي النهائي غير لما اجربه كذا مره. فدي اول حاجه انا اشتريتها لشعري. معلش يا بنات، الفيديو النهارده هيكون رتمه سريع شويه لان انا عندي حاجات كتير جدا وعايزه الحق اوريها لكم. تاني حاجه اشتريت المرطب ده لوشي من ماركه اسمها نيوتروجينا ناتشرالز. ده مويسترايزر، يعني بحطه قبل الميك اب عندي، بينعم الوش ويديكي ملمس ناعم. هو بيقولك ان the daily moisturizer fortified with vitamin B, C, E and antioxidant omega by nutrients for healthier and younger looking skin. يعني بيقولك ان ده تقدري تستخدمي مرطب لكل يوم. طبعا بعد ما تغسلي وشك بالغسول وتحطي التونر بتاعك بتحطي مويسترايزر، فده حلو قوي للنهار. ده اصلا انا جايباه للنهار. في معامل حمايه من الشمس. عايزه اقول لكم معامل الحمايه بتاعه قد ايه. هما مش كاتبين، بس انا شاريه على اساس ان هو في معامل حمايه من الشمس. بيقولك ان ده تقدري تستخدميه كل يوم، في فيتامين بي وسي واي ومضادات اكسده واوميجا علشان يديكي مظهر اصغر او مظهر بشره اصغر على الاساس او الوش الميك اب. انا اشتريت الشهر ده اشتريت الاثنين دول من ريميل. ده البي بي كريم بتاعه وده الستاي مات ليكويد موس. انا عمري ما جبت ليكويد موس قبل كده. طبعا البيبي كريم كلنا عارفين بيبي كريم نستخدمه للصبح عشان فيه معامل حمايه. هو كمان بيقول ان هو 9 في 1، في كل حاجه، مضادات حمايه مضادات اكسده، في معامل حمايه من الشمس، في كل حاجه. لكن انا بالنسبه لي ده كان جديد لان هو ليكويد موس. يعني مش فونديشن سايل في نفس الوقت، مش الموس زي ميبلين دريم اللي هو اللي في الازازه. فخليني اوريكم هو شكله عامل ازاي. اهو زي ميبلين موس بس شويه في ازازه. الكونسيستنسي بتاعته او القوام بتاعه تقيل كده زي ما انتم شايفين. هو مش فول كفرج بس هو بيدي المط. لو انتم متابعين الشانل بتاعتي تعرفوا ان انا بحب كريمات الاساس اللي بتدي تاثير المط. بحب التاثير الجلوي او الهيلثي اللي هو زي مثلا زي بورجوا هيلث ميكس اللي هو بيديكي احساس شويه ان انتي بشرتك بتتنفس، بس انا مياله اكتر للحاجات المط. فانا عاجبني ده قوي وعايزه اجربه عشان اقول لكم اذا كان حلو ولا وحش وتغطيته عامله ازاي. نجرب يا بنات الليكويد موس ده، وعنده اي معلومات عنه او اي ريفيو عنه يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات. برضو اشتريت البودره دي من ريميل ستيمات. انتوا لو عارفين انا جايبه البودره اللي هي اللوز باودر بتاعت ريميل، برضو ترانسبيرنت او اللي هي الشفافه. طبعا مفيش حد ما يعرفش البودره دي، عايزه اوريها لكم. ستيمات برضو جايبها الترانسبيرنت علشان اجربها، ريحتها حلوه. جبت ال3 الوان دول لضوافري. جبت اللون ده من اماندا، هو شويه بينك بس فيه ضي شويه الوان كده زي القوس قزح. جبت اللون النبيتي ده. جبت اللون الطوبي ده من ماك. طبعا ده مش اصلي لان انا جايبه من موقع، بس البنت ما كانتش لطيفه خالص فانا مش هرشح الموقع ده لاي حد، بيج على الفيسبوك. بالنسبه لعينيا اشتريت الايلاينر ده من ذا بالم. بصوا يا بنات، انا جربته، انا هوريكم شكله من جوه عامل ازاي. هو ايلاينر، هوريكم شكله من جوه ازاي. هو ايلاينر ايديه طويله، اهو بيبقى شكله كده. السواد بتاعه حلو زي ما انتوا شايفين اهو. هو ده خطه رفيع، الايد بتاعته من قدام رفيعه، بس انا مشكلتي معاه ان هو لو جات عليه شويه ميه بيتمسح.
فعلى قد ما سواده حلو، على قد ما بيثبت، وعلى قد كل حاجه، بس ده ما ينفعش في الصيف. انا جربته اكتر من مره. بصوا سواده جامد جدا، بس مشكلتي ان هو لو جات نقطه ميه عليه بيسيح. طب انا كده مش هينفع احطه في الصيف. حلو قوي في الشتاء لو انت عارفه ان انت مش هتعرقي، مش هيسيح منك الميك اب، فده حلو قوي. لكن في الصيف لا، ده مش حلو خالص، مش ثابت. جبت الحواجبي بودرة دي برضو من ريميل، سوري الماسكارا دي من ريميل، لونها بني. هم عندهم كذا درجه، انا جبت الدرجه الغامقه لان انا حواجبي غامقه. شكلها كده. جربتها برضو حلوه، بتثبت الرموش. انت لو مش حابه ترسمي حواجبك في يوم او حابه تنزلي بالنهار، مجرد تحطي بس الماسكارا دي خلاص كده الدنيا بقت زي الفل. وسعرها حلو، مش غاليه خالص. لشفايفي الشهر ده انا اشتريت حاجات كتير. اشتريت دول من ماركه نيكس او NYX، وات ايفر انتوا بتقولوا عليها ايه، بس هي اسمها نيكس. اشتريت اللونين دول. الاحمر ده اسمه امستردام، والبينك الهوت بينك او البينك الفاقع ده اسمه دولي جيرل. خليني اجربها لكم برضه عشان تشوفوا اللون ده، اللون الفوشيا. هو قريب شويه من اللي انا حاطاه، بس ده مش مط، ده بيدي شويه فيلفت او اللي هو اللون البينك اللي هو فيه لمعه شويه، او اي لون فيلفت بيبقى بيدي لمعه شويه زي ما انتم شايفين كده اهي. واللون الاحمر الفاقع، الاحمر مط او بيدي شويه تاثير مط. جميل، الوان جميله كلها. الليب جلاس كان ليه نصيب عندي برضو الشهر ده. جبت الثلاثه الليب جلاس دول من ايسنس. هو مكتوب عليهم ان هم 3X شاين، المفروض ان هم بيلمعوا قوي. الثلاثه الوانهم حلوه، بس البينك شويه خفيف يعني خليني برضو اوريكم. يعني هو في لمعه، بس بصوا يعني يا دوبك بس ضي خفيف قوي، مش بيدي لون على قد ما بيدي لمعه. ده حلو قوي لو انت حابه تحطي على شفايفك على طول، او حابه مش حابه تحطي روج تقيل. مجرد ما تحطي ليب جلاس ده كده خلاص شفايفك خدت لون. اللون التاني اللي جبته، اللون ده شويه على بيج، في ضي بيج كده اهو، مش عارفه هتشوفوه ولا لا. جميل قوي اللون ده. اللون التالت هو باين ان هو هنا زي على نبيتي او على احمرات، بس هو في الحقيقه لا، اهو هو بيدي شويه على لون نبيتي بس الجلاسي بتاعه. فدول اللي بحطهم على اي ليبستيك بيغير شكل اللوك تماما. حاجه بقى انا سبتها للاخر لان تقريبا دي البونبونايه بتاعه الهول بتاعي المره دي. حاجه انا مبسوطه جدا ان انا جبتها لان هي على طول اوت اوف ستوك. مش عايزه اشوقكم اكتر من كده، بس انا مبسوطه جدا ان انا جبتها. هي الباليت دي من PH Cosmetics بالاشتراك مع كارلي بايبل. انا مش قادره اقول لكم انا قد ايه مبسوطه بيها، وهعمل لكم ريفيو عليها لان بجد 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 هي تستاهل. خليني بس اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. ادي الباليت من جوه. الصفين دول الصغيرين عباره عن اي شادو، والاربع بانز الكبار اللي فوق دول عباره عن هايلايت. فانتي معاكي هايلايت ومعاكي اي شادو في باليت واحده. سعرها يعني في نفس سعر الدراج ستور او الميك اب بتاع الدراج ستور، مش غاليه خالص. هعمل لكم ميك اب هعمل لكم ريفيو تفصيلي عنها. هعمل لكم سواتشات للاي شادو وللهايلايت وكل حاجه، فاستنوا الفيديو بتاع الباليت دي. حاجه تانية جبتها هي الليب جلاس دول، او المفروض ان هما ليكويد ليبستيك. هوريكم الوانهم كده. هما يبانوا ان هما كلهم اغلبيتهم الوان واحده، بس المفروض ان هما على السايت ما كانوش كده. ده روج صيني برضو. هعمل لكم فيديو مفصل عن الروج الصيني وعن رايي فيه اذا كان حلو ولا وحش، ان انا ارشح بيه ولا ما ارشحوش، وانتوا هتشوفوا الالوان والسواتشز في الفيديو. بكده يكون الفيديو بتاع المشتريات الشهر ده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى انه ما يكونش طويل عليكم.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتي عشان يوصلكم كل حاجه جديده، واستنوا الفيديوهات اللي انا قلت وعدتكم بيها الفيديو ده، الاتنين ريفيو اللي هنعملهم. ولو حابين اعمل اي حاجه، اي لوك معين او اي ريفيو عن اي منتج معين انتوا حابين تشتروه ومش عارفين نجيبه ولا لا، او حابين تشوفوه على الحقيقه، قولوا لي في الكومنتات تحت. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.